حراسة المرمى بين شوبير والشناوي طبعا الشناوي حاليا متألق في بطولة أفريقيا، ولكن ما نقدرش ننكر مستوى شوبير الثابت في كل فرصة بياخدها تخليه هو المستقبل. باي باي شناوي، شوبير هو الحارس الأساسي للنادي الأهلي. نروح لخط الدفاع. طبعا احنا أكيد عندنا مشكلة في خط الدفاع، وخصوصا في الباكات والقلب كمان، السرد باكات. طبعا ياسر إبراهيم ما يخرجش بره تشكيل الأهلي الدفاعي، هو اللاعب الوحيد اللي تقدر تعتمد عليه. طيب، هل تقدر تعتمد على لعيب زي ياسين مرعي؟ طبعا لا. ياسين مرعي ممكن يكون خامة جيدة، ولكن لسه بدري عشان تحكم عليه انه يكون المدافع الاساسي في تشكيل النادي الاهلي. محمد هاني يعني اكيد مش محتاجين نتكلم، ولكن شر لابد منه، مفيش حد غيره او حتى في مصر كلها ممكن تجيبه يلعب اساسي مكانه، الا بقى لو هتجيب صفقة تقيلة. مروان عطية مسمار خط النص في ملعب النادي الاهلي، لعيب لا يمكن استغناء عنه في ملعب النادي الاهلي. تحط مروان عطية في نص الملعب، وبعد كده ترص حوالينه اي تشكيلة من لعيبة نص ملعب النادي الاهلي. احمد سيد زيزو لعيب ما يطلعش من تشكيلة النادي الاهلي. احمد سيد زيزو لديه جميع اساسيات لاعب كرة القدم المحترف بنسبة كبيرة جدا. ممتاز في الباص، ممتاز في الدريبلينج، ممتاز في التسديد على المرمى، ممتاز في التحرك، ومجهوده عالي جدا في الملعب. وكمان ميزة مهمة جدا، وهي إن أخطاؤه قليلة جدا في الملعب. إمام عاشور طول ما هو فت ما يطلعش من نص ملعب النادي الأهلي، لازم يبدأ في تشكيلة النادي الأهلي. تريزيجيه أثبت إن هو أفضل لعيب في جالاكتيكوس النادي الأهلي في الصفقات التقيلة والنجوم اللي جابها النادي الأهلي، وأفضل لعيب حاليا كأرقام وكأداء في النادي الأهلي كله. بن شرقي بن شرقي أداؤه بيقول غير المتوقع منه، وزي ما انتوا شايفين في الصورة أعتقد إن كده نص ملعب النادي الأهلي مكتمل. فبن شرقي للأسف هيطلع من تشكيل النادي الأهلي. ممكن تبدأ بيه ولكنه مش لاعب أساسي 100%، وخصوصا كمان في وجود لعيب زي حسين الشحات اللي عمل مفاجأة في ماتش القمة وكلنا شفناها. مهاجمين، الأهلي ما عندوش مهاجمين، ما تقدرش تعتمد على لا جراديشار ولا محمد شريف. من الصورة اللي قدامك دي بيظهر إن الأهلي محتاج لعيب مدافع جنب ياسر إبراهيم، باكات، ومهاجم.